القسم كان عامر وانا قبل سبورة كنكتب كلمات بالفرنسية. مرة كانت لفت باش نشوف الوليدات اللي كيقراو عندي كيديروا، كنلقاهم كاملين ومركزين معايا. كنت معاهم كوثر مريحة في الطاولة الأولى وكتشوف فيا بشوفات زوينين. كنتبسم ليها وكنرجع نكمل الكتابة في سبورة وكل طاقة وحيوية. شرجمة القسم كيدخل واحد الضو كيفتح النفس، ريحة الربيع ونسيمو كتغدينا كاملين. شوية كنشم ريحة كتزكي من النيف، ريحة الحريق، وكنسمع صوت اللي بكامر ظهري. الدنيا ظلامت على غفلة تلفت كلها رعب. كنشوف كوثر كلها عريانة واقفة على حدا وجهي، الجسد ديالها كله شاعل بلا عافية وعينيها كيدمعو. شدت لي في رجلي بيديها وقالت لي عاوني يا أستاذ عاوني. مشيت كنجري لجهة الفايض الحريق اللي لاصق حدا الباب وبديت كنرشها باش تطفى. ملي طفات العافية بقات كوثر كيما هي على وقفتها بلا صوت خارج منها، واقفة ولكن كلها كحلة جثة مصلبة في بلاصتها. بديت كنبكي وجيت نعنقها، اللي دورت عليها يديها ولات رمادها غطى القسم كامل. القاعة كلها ولات كحلة برماد كوثر، وسمعت صوت من بعيد كيقول لي عاوني عافاك. غوت واحد الغوتة كبيرة وتمنيت تسمعني وقلت ليها اسمحي ليها كوثر. فقت من آسي قافز وقلبي كيضرب بالجهد. هذه أول مرة نشوف شي كابوس بحال هذا. بقيت كنشوف جنابي الضو كان طافي، صوت قلبي كنسمع دقاتو. شاد التليفون نشوف شحال الساعة، لقيتها 3 ديال الليل، ولقيت شي 5 ديال لي زابيل فايتين من عند الوالدة. تفكرت بلي كتعيط لي كيف وصلت على ود عيد الميلاد ديال خويا سمير، ولكن الدواء اللي خديت وهادشي كله اللي واقع خلاني ما نسمعش التليفون وما نجاوبش. فكرت في راسي وقلت للوالده والوالد لا عرفوا شنو واقع، ما عرفت شنو غيديروا ولا تكون ردة فعلهم. واش نعاود ليهم شنو كاين؟ لا، ما عندك ما تعاود ليهم. حاول طمس هادشي كله وتعايش مع فكرة انك متواطئ في جريمة مع اخوك وصافي. هادشي اللي تقدر دير دابا وهادشي اللي خاصك دير. حسيت براسي وليت شوية لاباس. الدواء والراحة اللي خديت خلاوني نقدر نوض ونتحرك. نصاصات الليل والدار صاقلة. شعلت الضو ديال التليفون فين كنت مرياح وبديت كنفكر. ما بقى جاني الناس ديك اللحظة اللي فقت فيها. خفت نرجع الناس نشوفها عاوتاني في منامي. هذا علاش قديت لي قهوة كحلة في ديك الوقت وشربتها. شي حاجة في راسي كتقول لي نطلع لبيت والديا. ما عرفت علاش ما بغيت نرجع للبلاصة اللي شاهدة عليا وعليه، البلاصة اللي غتكون مفكرها شنو وقع لكوثر. طلعت للبيت بمشية ثقيلة، حطيت يدي على بوانيد الباب وانا حاس بالذنب والخسة ديالي. حليتو لحتى عينيا لداخل، وهنايا غنتصدم ديال بصح. المنظر اللي شفت خلاني مشوكي وما متيقش. لقيت في البيت كوثر غارقة في دمها، روحها عند ربي والكسدة باقان. كيف ما خليتها في أول مرة شفتها وهي تحت سمير، بقى هكاك عينيها كيشوفوا فيا. هاد المرة طافين. نهاري توطخت على ركابية، بقيت كنزحف حتى وصلت لعندها وشدت ليها في يديها وانا كنبكي وكنقول لها سمحي لي يا بنتي سمحي لي. واش غتسمحي لي ولا لا؟ سمعتها مرة أخرى وهي كتقول لي عاوني، انتي مشيتي صافي. فهاد الحال دابا باش نقدر نعاونك كوثر. سمعتها كتقول لي انا حية وغنبقى حية حتى يجي النهار اللي غادي تنتقم لي فيه من خوك. بديت كنضرب في وجهي بالتمر ما يقباش نتواقد. حسيت براسي كنهلواس وبلي هادشي كان فوق طاقتي. واش سمير طلع مجرم وكوثر ماتت بلاد نبديرو من غير انها كانت كتثق فيا وفيه.
كوثر كانت أول بنت جيت تقرا عندي في الدروس الخصوصية ديال الدراري الصغار. كان هادشي هادي طروازو. ديك الوقت كنت يلاه ساليت القراية وتخرجت بحكم بطالة. قررت نقري الوليدات الصغار، منها ندخل شوية الفلوس وناخد خبرة شوية، ريتها ما نخدم كمعلم مع الدولة. الوالدة شجعتني على هادشي وقدت لي بيت في الدار لهاد الخدمة نيت، وهي اللي جابت لي كوثر وثلاثة ديال الدراري اخرين باش يقراو عندي. الوالدة ديالي على قد الحال وما قارياش، ولكن في ديك الوقت كانت كتمشي للجامع كتقرا شوية على محاربة الأمية. نهار بغيت نبدا هاد الرود الصغير مشات مسكينة دبرات لي في وليدات صحاباتها اللي معاها في الجامع. قالت لي مرا ولدي غيقري وليداتكم وانتم عارفينه مزيان، قاري ومجاد. كوثر كانت بنت واحد المرأة سميتها سعاد. السيدة هادي واحد المرأة اللي الله عمرها دار، ديما كتقول لي كون عندي شي بنت كبيرة وتواتي كون زوجتكم. كانت داصرة عليا شوية صراحة. المهم قبل تجيب لي بنتها نقريها بحكم عارفاني مزيان وكتثق فيا. كوثر كانت بنت ذكية زوينة بزاف، وقد نقول انها اجمل بنت شافتها عينيا. كانت ظريفة وبريئة، كانت ديما كتقول لي بالفصحى انت معلمي الافضل، احبك معلمي. كان جوابها انت ايضا تلميذتي المفضلة، احبك تلميذتي. كوثر قرات عندي 3 سنين كلها، وموراها دبرت في خدمة اخرى في القهوة بحكم البريكول ديال التعليم ما كانش كيدخلني مزيان. الوالدين ديال الوليدات على قد الحال ولا طارتي كيعطوك 50 درهم للشهر. هذا على الصافي قررت نحبس وندوز لحاجة اخرى. كان صعيب علي نتفارق مع الوليدات اللي عزيتهم بزاف، ولكن الرأسمالية كانت فوق مني ومنهم. كان واجب عليا ننظف مور خويا اللي كيدير كلشي بعبثية. سولت راسي واش هاد المنظر هو اللي خلى السي ابراهيم ينهار تماما ويولي واحد اخر. مي الا شاف هادشي فراه مفروض يقتل سميرة ولا يبلغ بين او ياخد حق بنته. ما يمكنش يشوف بنته جثة عامدة قدامه ويكتفي انه يغوت بسميتها ونزل بديك الطريقة. داك المشهد اللي بان لي فيه خويا اللي عنده 19 عام مسيطر في راجل فايت ل50. والله ما فهمت شي حاجة. من اللي عرفته في ديك الوقت اني صافي مورط اني خنت كوثر واللي وقع. وبالله خصني نكمل شنو بدا سمير تعدى عليك وقتلك، وانا بيدي غادي نخبيك وندفنك. وعلى وجه المحبة اللي كانت بيناتنا بغيتك تسامحينا. هادشي اللي بغيت منك هكا وطار صافي. انا سمعت صوتها مرة اخرى كتقول لي عاوني يا محمد عاوني. هزيت جسدها نحيل بين يديا ونزلت بها لتحت. دارنا سفلية، في الدار عندنا كان واحد البيت كبير ومظلم ما فيه لا بوله ولا شرجم. كان بحال شي كاف وسط الدار تا حد ما كيدخل ليه، وكنلوحو فيه غجالوق وداكشي اللي ما عندنا ما نديرو به. وملي كتكون الطواليط عامرة حاشاكم الواحد مزير كيدخل يقضي حاجة يبول فيه ويرد عليها الطرب. كانت هذيك هي احسن بلاصه باللي بلي خصني ندفن فيها كوثر، حيت تما حتى حد ما غيعرف باللي مدفونه. نزلت بها لديك البيت لويتها في ملح في بيض. خديت واحد الفاس كان تما نيت مع المطاريل ديال الوالد وتميت كنحفر شويه. سمعت شي صوت مورايا د المشي، وموراه الصوت ديالو قال لي شنو كدير. تلفت لقيت خويا سامر مور داري كيشوف فيا باستغراب وقال لي اش كدير محمد في هاد الليل، واش حماقيتي؟ شفت فيه شوفات عامره بالغضب، تلحيتي عليه وبديت كنضرب فيه وكنقول ليه انت اللي حماقيتي، علاش قتلتيها علاش؟ قال لي واش هبلتي يا خويا محمد؟ ما قتلت حتى واحد انا، فرد دابا تكون ناعس. اش كدير في هاد البيت؟ واش انت لاباس؟
قلت ليه على الأقل من اللي قتلتيها كرمها ودفنها. سمير كيدوب بواحد الطريقة بحال اللي ما دار والو. شوية ناضل شاز داك الحفل الابيض حلو وقال لي واش حماقيتي نايض في نص الليل باغي تدفن وسادة وكتقول لي قتلتها؟ فيق اخويا راك واقيلا كتوهم. هو ازكى وطار بين يديه وكيقول ديك الهضره وانا كنشوف فيها مزيان الجثه ديالها بشحمها والحمها بين يديه. قلت ليه ما قد داكشي اللي درتي زايدها بالكذوب وباغا تقنعني باللي حماقيت وانك حيوان. هيتالي من يديه وقلت ليه خرج من هنا وخليني ندفنها والا راه غير نساب لي راك خويا وندير فيك شي مصيبه. سمير بدا كيخاف مني فعلا، حطها على الارض وخرج من ديك البيت ومشى لبيتو. رجعت لفيت عليها اللحاف وكملت الحفير. ملي ساليت دفنتها ورديت عليها التراب. نزلت على رجلي بكاع ندامة وبكيت بحرقة بكية ديال الشفقة. بقيت كنبكي تا حسيت براسي ارتاحيت. حسيت باللي درت اللي خاصو يدار. نطق صوتي قال لي كتكذب على راسك، اللي خاص يدار هو تعاونها. انت كان بيدك تحميها ما خليتي خوك يكمل في داكشي اللي كيدير حيت ما بغيتيش توقف ليه المتعه ديالو، ما بغيتيش تحرمو من داك الاحساس ديالي بزز على وحده ضعيفه تعطيها الجسد ديالها. ربما انت كنتي باغي تكون بلاصتو، راكم اغتصبتوها بجوج، ما عندكش كاع الحق تحس بالراحه محمد. سكت قلت لك سكت عافاك لما سكت. عمري غنسكت حتى دير اللي خاص يدار فعلا. لا بغيت الراحه ما غتلقاهاش هنا، لا بغيت الراحه خاصك تعاون كوثر. صافي سكت عقلي اسكت، رحمني. خرجت من ديك البيت مخلي مورايا كوثر في بلاصتها، وقررت اني نخرج للزنقه في هذا الوقت. كنحس براسي مخنوق، كنحس براسي ما قادرش نبقى هنا اكثر على الاقل دابا، ليه باقي المتحرى وفي عالم معلقه بذاكرتي اللي من حديد. غادي وسط الدار تا وصلت حدا لبيت خويا سمير. قلت راه نطل نشوف اش كيدير. طليت لقيتو ناس كيشخر بحال ليه ما واقع والو. بقيت كنشوف فيه وما متيقش باللي هذا خويا. دابا كنبقى شي مرات نقول مع راسي واقيلا كنحلم، واقيلا دابا نفيق ولقى هادشي كله كوشمار خايب وطحت فيه. تمنيت هادشي اللي وقع، مي للاسف حتى حاجه من هادشي ما كانت حلم. خويا مجرم وانا عوينو في اجرامو، وهذه هي الحقيقه اللي خصنا نتقبلها ونتعايش معها. وانا في البيت كنشوف سمير مغمض عينيه وناعس. شويه تلفت جنبه وبانت لي كوثر واقفه كتشوف فيا، يديها مور ظهرها. خرجت يديها مدتهم جهتي وكانت هازه فيها جنويه ومدتها لي وقالت لي خدها وعاوني. اللي شفت هذا المنظر ترعبت تخلعت. عاد فهمت كوثر علاش خرجتي من تما. صافي بقاي تما عافاك. سديت الباب على خويا وخرجت كنجري من الدار، وانا على برا كنجري بحال الحماق. سمعت صوت الاذان ديال الفجر كيودن، كنعرف هاد الصوت مزيان، اذان زوين ديما كنسمع، ولكن عمري مشيت للجامع ولا استجبت ليه. هاد المره كانت مختلفه، حسيت بلي خاصني نمشيو داكشي اللي كان. دخلت لبلاصه الوضوء كنشوف شيوخ كبار بالحيتهم كيتوضاو وجههم مبشوره، حستهم على الراحه اللي عايشين فيها.
ستهم على سكينة اللي غارقين فيها، وتمنيت يعطيوني غير شوية من داكشي اللي عندهم باش نرجع بنادم عادي. صراحة ما كنعرفش نتوضا وعمري صليت، بقيت متبع بعيني واحد السيد اللي دارها كنديرها وصافي. مرة دخلت للجامع وريحت كنتسنى الامام يجي، هزيت القرآن وحليتو على صفحة عشوائيا، والآية الأولى اللي طاحت عليها عيني كانت كتقول: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. حسيت بحال هاد الآية موجهة ليا، فكرت العذاب اللي كيتسناني على الذنوب كلها اللي درت، بالأخص ديال الكوثر. جيت لهنا باش نطلب المغفرة والسماحة بالعذاب، جيت باش ارتاح وخا غير شوية. دخل الفقيه وتقامت الصلاة، قال الفقيه الله أكبر، حتى أنا هزيت يدي وقلت الله أكبر. فهاديك اللحظة بالضبط شفتها قدامي مرة أخرى، كوثر بدوك العينين اللي باردين قبالتي. الفقيه كيقرا الفاتحة اللي بدات كتوصلني كلها في الأول، وصوت كوثر واضح في ودني بحال اللي ساكنة لي فيهم كتقول لي: عاوني يا محمد عاوني. ما قدرتش نصبر، غوت غوطة وسط الجامع بحال الحماق وقلت ليها: بعدي مني يا كوثر. هاد الغوطة خلات اغلبية الناس اللي جنبي تلفتوا ليا، كيديروا فيا شوفات حاقدة، كيقولوا مع راسهم شعل بشر كيحشمش. وسط الصلاة كيغوت وداير البلبالة، خنقوني بشوفاتهم وانا ناعس نضالتي وتميت خارج. كنتخطى في الناس تا خرجت في حالي، غادي في الطريق وما عارف فين نمشي. قلت مع راسي الا تبعتني للجامع نمشي للبار نسكر شي سكرة عالمية بوحدها اللي غتعفيني من هادشي اللي بيا. شديت الطاكسي ومشيت لواحد البار بعيد على الدار بمسافة. دخلت قلت للبارمان يعطيني شي حاجة اللي مجهدة ديال بصح، حط لي واحد القرعة وانا ننزل عليها. كان شربت ترفعت، عقلت على راسي تلقيت الشمس كتضرب فيا. متكي على واحد الباب ديال واحد المحل الحلاقة قريب من الحومة، ساعة تكون شي 10 هكاك. ما عرفت كيفاش وصلت هنا مي السكرة سبابي. على الأقل دابا دماغي صفا من داك الرعب اللي دوزتو البارح. نطو تميت غادي من فين غنمشي، دماغي صفا وكان خاصني ندوي مع سمير باش نعرف منو شنو وقع مع الأب كوثر. خايف يمشي ديكلاري بينا وما عرفت شنو الخطوة الجاية اللي يقدر يدير. هذا علاش تحركت للدار بالزربة. دخلت لقيت سامر مخدم التلفازة كيتفرج ما على بالوش بحال اللي ما كاين والو. كي شافني قال لي: كي بقيتي شويه بخير؟ بخير، تبعني راه خصنا نهضروا. تبعني ودخلنا لداخل ديال الدار. ريحنا واول حاجه درتها قبل ما ندوي هو نزلت عليه بالتمرميق والضرب وقلت له: هادو على المصايب لك حلال اللي درتي، كون ما كنتيش خويا كون قتلتك وعطيتك الكلاب ياكلوك بيدي. مي حمد الله على البراوش. دابا قول لي شنو وقع فاش طلع بات كوثر عندك البيت، وشنو قلتي ليه قبل ما تدفعو يخرج من الدار؟ عاود ليه باش نقدر نعاونك ونسدو هذا الموضوع هنا وللابد. كيتنخصص قال لي: داك الشرف دابا راه ملي طلع ما لقى والو. سولني على بنتو فينها، قلت ليه اخديتها لدارو وراه مع ماما. جابتنا قلت ليه ما بقاش رجع لنا وصافي. بقيت كنسمع وما متيقوش. هضرت سمير جاتني لها علاقه بشنو وقع. قلت له: واش كان بان لك حمار كتكذب عليا؟ قول لي شنو وقع بصح. قال لي: والله حتى هادشي اللي كاين. جاوبتو: انا غنقول لك شنو وقع. طلع لقى بنته ميته
تصدم شي صدمة خايبة وما قدرش يدير حتى ردة فعل بحال الصدمة ياك. فاش نزلت وقلتي ليه شي حاجة وكنتي كتبان محكم في كل شيء، واش شد عليه شي حاجة ولا شنو؟ حيت نورمالمون راه كان خاصنا نكونوا دابا في الحبس ولا مقتولين على يدو. سامر بقى كيشوف فيا شوفات في شكال وقال ليه واش باقي كيسحب لك كوثر ميتة؟ راك بديتي كتحماق واقيلا. عرفتي شنو غادير؟ نوضتي لدارها من راسك وتأكد واش كوثر كاينة مع ماماها ولا لا. كون قتلتها كون راه مشينا فيها كاملين ما تلقاناش مريحين هنا. واش سامر كيكذب عليا ولا كنت واهم؟ ولكن من واحد الناحية عنده الحق. نمشي نتأكد ونشوف كوثر واش كاينة في دارهم ولا لا. تفكرت كاع دوك الأحداث اللا منطقية اللي وقعت البارح، صوتها اللي كان سمعو بزاف، كيفاش بانت لي في الجامع. دابا بدا كيبان لي بلي خصني نمشي نتأكد راسي من عند ماما سعاد. غادي في الطريق وكان داير أن سامر يكون على حق. وصلت دارهم ودقيت الباب شي 3 المرات كندق عاد تحلي. حلات لي سعاد، وهذه أول مرة في حياتي نشوف بلي وجهها طافي وما هواش. ديك البهجة والضحكة اللي معودة تدوي معايا بيهم ما كايناش. قالت لي اهلا ولدي محمد، شنو جابك عندنا؟ داوي معاها وخليها كنقول لها السلام خالتي سعاد، جيت غير نسولك واش لقيتو كوثر البارح بالليل كله وانا كنقلب عليها، واش كاين عليها شي خبر؟ قالت لي راه ما فراسك راه لقى اخوك وجابها، راه كاينه لداخل ولكن حالتها ما كتفرحش. كي قالت لي بلي كاينه لداخل نوعا ما حسيت براحه. قلت لها واش نقد ندخل نشوفها؟ عطاتني البيرميسيون باش ندخل. دخلت ريحت في الصالون ومشات سعاد طلعت وعيطت لكوثر باش تنزل. نسمعها كتقول ليها بالدرجة اخوك محمد يشوفك، ولكن والو ما بغاش طاب. هذا علاش قررت انا نطلع عندها. طلعت حلات لي سعاد الباب، بانت لي كوثر عينيها في الفراغ خاويين، متكية على ظهرها وما كدوش كاع. كي شفتها خاطري تهرس لي. قلت لخالتي سعاد كان مثل بلي ما فراسي والو، مالها شنو عندها؟ والله ما عرفتها ولدي، مي ملي جاب اخوك البارح ليا وهي هكا ما كدويش وغي سارحه. الماكله كان وكلها غا بزز، ما عرفت شنو وقع ليا البنت. واقيلا خصني نديها عند شي فقيه، ما تكون غتخطات شي حاجه راك عارف عزز عليها القبور. جاوبتها ما يكون باس، المهم الحمد لله على سلامتها ملي رجعت للدار، دابا تولي بخير. كندور غير نتسلم من تما حيت داكشي اللي درت تيخليني ما قادرش نوقف قدام كوثر. اللي جيت غادي باش نتحرك في حالي سمعت الصوت ديالها، هضرات وقالت لي عاوني. هاد السؤال ديالها جاني بحال شي طعنه مور الظهر. درت براسي ما سمعت والو وكملت طريقي غادي في حالي. خالتي سعاد بحكم ما فاهمه والو ملي سمعتها كتبرتل بهاد الهضره، زاد تاكدات باللي البنت ممسوسه، وقالت لي باللي غدا غتديها شي راقي يرقيها ولا شي فقيه صرعه من هادشي اللي ماسها. ما لقيت ما نقول ليها، حسيت بادب كبير، ما قدرتش نهز في كوثر عيني. كي غندير وانا عارف شنو كتعاني؟ بلي الشي اللي وقع ليها خلاها تدخل في شي صدمه خايبه، صدمه ما عرفت كي غدير ولا امتى غتخرج منها. اللي جيت خارج في حالي تلاقيت بسي ابراهيم عاد داخل من الزنقه، شافني تشوكه في عينيه، كان شوف واحد الغضب كبير وقال لي اش كدير انت هنا؟ جاوبته جيت غنطمن على كوثر سي ابراهيم
نقول لكم الحمد لله لا رجعت ليكم. قال لي شكرا انا ولدي، شكرا لخوك تا هو اللي جابها. قبل ما نتحرك في حالي سولته وقلت له البارح ملي طلعت الفوق عند سامر شنو خلاك تغوت ديك الغوته وتهبط بحال اي انسان واحد اخر مبدل؟ شنو وقع؟ قال لي لا والو، غير حسيت براسي ما نسواش حيت شكيت في خوك ومشى بالي بعيد، تهجمت على داركم بلا موجب شرا وما كانش خصني ندير هادشي. حاولت نخرج منه الهضره ما حسيت بيه ما باغيش يدوي في هادشي هذا. على صافي خوات القامت وتحركت في حالي غادي في الطريق وكيبان لي باللي سلكنا منا او لا كان كيسحاب لي. رجعت للدار مع ديك 12 ديال النهار. فوا دخلت دوا معايا سمير وقال لي عمضرة لقيتيها ولا لا؟ قلت له عندك الحق لقيتها. سولني قلت لك بلي كنتي كتوهم. قلت لك راني ديتها لدارهم بلا ما تخاف، راه ما غيوقع والو، اللي طرا كان خاصو يطرا ودابا تسدات هاد القصة. ما جاوبتوش. دخلت للكوزينة طيبت ما ناكلو تغدينا وصافي كلها تلاعب شي شغل. عيطت للوالدة طمنتها بلي كلشي بخير ما كاين حتى باس. سولتني على عيد الميلاد علاش ما جاوبتهاش، قلت لها راه ما كتبش فيها الله، تيجيو كاع ونعاودو نديرو العيد ميلاد ماشي مشكل. المهم بقيت مريح وتفكر داك القبر اللي حفرت في ديك البيت المظلمة. كنت مع راسي نزيد نتيقن باللي فعلا كوثر في دارهم وماشي هي اللي دفنت تحت التراب. عتقت باللي دابا مور ما دماغي صفا الا حلات القبر غنلقى فيه شي وسادة ملحفة كيف قال لي سامر. مول العصر مشيت هزيت الفاس بديت كنحفر، ملي بان لي داك الثوب الابيض خرجته من تما. فاش حليت وشفتها هي كوثر غارقة في دمها كيف ليلة البارح. وسمعت صوتها عاوتاني كتقول لي ديك الكلمة اللي تحفر لي بها الدماغ، وني. سولتها كل اللي كانت ترعد كيفاش غندير نعاونك هكا قالت لي انا مت في اللحظة اللي راني فيها اخوك ودار فيا اللي دار. مت مرة اخرى ملي خليتيه يدير داك الشي وما عاونتينيش، ولا بغيتي ترتاح راه خاصك تنتقم ليا. ديت لك جنوية وانت عارف شنو خاصك دير بها. كي قالت لها هاد الهضرة رميتها من يدي، رجعتها للحفرة وسديت عليها. وانا تيقنت باللي العذاب وهاد الصوت ديالها ما عمرو غادي يحبس تندير الشي اللي كان خاصني ندير، الا اذا وقفت جهاد الحق وانتقمت ليها من خويا. دوزت واحد السيمانة ديال العذاب وديال الصوتا اللي كنسمعو في كل مرة، صورتها ووجهها في ديك اللقطة اللي كنشوفو في الزنقة في الدار في الخدمة، ولات عايشة فيا ومعايا. ما قدرتش نصبر كاع على هاد العذاب بصوتها. هذا علاش تهرست وقررت ندير شنو بغات ونرتاح. قررت ندير اللي بغات حيت وعدتني بلي اذا درت هاد الشي غادي تمشي وتخليني بوحدي. في الجمعة ديال السيمانة اللي مور داكشي اللي وقع خديت قراري باش نقتل خويا، ننتقم ليها كيف بغات، ننتقم لروحها اللي طلعت واخا الكسدة ديالها باقي معنا وكتنفس. صبرت حتى نعس خويا سمير، هزيت جنوية وعيني وقلبي كيبكيو الدم في كل نهار من هاد النهار اللي دازو. دخلت عليه البيت وحطيت عليه الجنوية على رقبته، وكي حطيتها فاق وقال لي اش كدير اخويا؟ قلت له كوثر كتعذبني كل نهار،
تتأديتي عليها وهي باغاك تموت كيف قتلتيها. سمح لي اخويا بزاف، سمح لي بزاف، انت عارفني كنبغيك مي راه ما نقدرش نصبر مازال. قال لي سمير انا ما باغيكش تأدب، دير شنو قالت لك، ولكن قبل ما تذبحني راه خصني نعاود لك واحد الحقيقة. قلت له هنا حقيقة. قال لي حقيقة اللي عمري قدرت نقولها لشي واحد، كيف كوثر ما قدراتش تقولها له عليها حتى لدابا. علاش كدويها سمير؟ قال لي ابراهيم بابا كوثر تعدى عليا واحد المرة شحال هذا، ما كنتيش معانا وما قدرتش نقولها لتا شي واحد، خليتها وسط مني قررت ننتقم منه ونغتصب بنته كيف دار معايا. في ديك الوقت ما كنت عارف باللي شي اللي دار في حقي جريمة، ولكن الألم اللي حسيت به عايش معايا وباقي عايش معايا. كوثر ضعيفة وهي اللي عندي ليها الجهد، اما هو راه ما نقدرش نوصل ليه. هذا هو السر ديالي وها انت عرفتيه. هنايا غتحبس هاد البارتي اخوتي، البارتي الجاية غادي تكون هي الاخر. تهلاو لي فراسكم ونتلاقاو في لا فيديو الجاي. سلام.